السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الأعزاء، الله يعطيكم العافية. اليوم فيديو بسيط وهو عن شايفين الخيمة اللي ورا اللي هي خيمة الشقردية من القاضي. طبعا كثير من المتابعين قال يا منصور ورنا طريقة الصفط الأساسية وطريقة الصفط الثانية اللي هي تجي أصغر وتعطيك حيز بالغمار أصغر. أنا ذكرت إنه ما عجبتنا طريقة الصفطة الثانية. الحين هذه الصفطة الأساسية مثل ما تشوفون حجمها يجي كبير داخل الغمارة وكذا، لكن خلونا نروح للموقع. اليوم نبي نسوي لنا قهوة نستانس، فيديو خفيف فقط عن الخيمة، طريقة صفطة يعني بطريقتين. أنا يمكن أحط لكم الوقت هنا للي معتجلين ويبغون يشوفون طريقة صفطة على السريع. طبعا في موقع جميل هنا، خبر به خباري وعشب مع الخط هذا، إن شاء الله إنه على وضعه، إن شاء الله إنه ما جفت خبري بإذن الله على طريق الخباري، لكن إن شاء الله إنه كويس وبإذن الله نشوفه بعد شوي. طبعا أنا شابك المايك ما أدري عن الصوت مثل ما تشوفون. الحين طلع الكاميرا برا وصوت المايك كويس، أفضل من صوت ضجيج الهواء. حيرك ضربنا كم طبت صارت الخيمة مضربة. شوف الموقع من هنا، من تطلع خبر خباري تحت. بسم الله يا رب يا رب، الحمد لله. به ريحة خضراء، نجيب بنا شوي، خلنا نروح له. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العشب ما يبين لكم بالكاميرا هنا، لكن يعلم الله المنظر اللي قدام عيني عجيب، ما شاء الله عجيب وجميل جدا. وزن منها والله الخبرة. طبعا هذاك اللبدي هناك، هذه بوزن اللبدي. انا بسير بهذا بالمكان الحلو، شوف لي حالات ونبني الخيمة. طبعا سبحان الله اكيد ان في دغليب الحين. انا ما جيت اللبدي زمان، وقبل كذا صورت به فيديو حصلت الدغاليب، فالحين نبي نشوف في دغاليب ولا لا. الدغاليب اللي هي سبحان الله ما ادري حشرة ولا حيوان بحري مثل ما تشوفون. طبعا الحيوان هذا سبحان الله يقدر يجدد روحه، يعني قبل لا تنشف الخضرة يبيض ثم يموت، ثم تجي في عشرات السنين ولا يجي مطر لا سمح الله وكذا، بمجرد انه يجي المطر يفرخ البيض من جديد ويرجع الدغلوب من جديد. سبحان الله. طبعا سبحان الله الماء هذا يوجد بالدغلوب. الدغلوب يحتاج نوعية تربة كأنها طينية، هذه طبعا طينية لكن ما لاحظت ولا أي دغلوبة. إن شاء الله إن الله أعطاني وقت راح أصور لكم عند اللبدي هنا، لأني متأكد منه 100% هناك موجود. طبعا يا شباب مثل ما تشوفون هذا حجم خيمة الشقردية. رحت لطريقة ثانية عشان أصغر حجمه بحيث إني أقدر أركبه معي بالجيبورة من دون ما أداحم، وراح نشوف الطريقة. لكن الحين نبي نفكه ونبنيه ونستانس. ما تشوفون هذا اللي هي الصفطة الأساسية، خلونا نفكها على السريع. طبعا للأسف الشديد أنا من كثر ما فكه وصفطة وسويت بالحركة اللي قلت لكم عليها. مثل ما تشوفون هنا السياخ اللي داخل أو مدري الخيزران أو مدري إيش، من هنا ماش خلاص بدأني يصفطن، والمفروض إنه يرتكز طول على طول. طبعا للأسف كنت بوريكم شلون طريقة صفطة، لكن الخيمة سبت الصفط الكثير
واكثر من واحد ياخذه مني. تحتاج انه تمرن نفس كذا، انك تكون شاده عشان يرجعن على السياق على نفس وضعنا الاساسي. فبخليها شوي كذا ساعه ساعتين بالشكل هذا، بعده راح اوريكم طريقه الصفط باذن الله. فالحين نبي نصلح لنا قهوه، نبي نرتب الجلسه لان شويات ويجي ابو وليد. هذا الفحم هذا خلوه هنا مرة واحدة، هنا 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 هنا. لا بنشب النار ولا ندري وين الشخوف، لقيته بالشركة. لا غلط. الحين خلصنا قهوة وباقي الشاهي، بس باقي له شوي. شوف تحت هنا موجود حق الوجار، دائما خلوا من جهة الباب اللي تدخل معه وتطلع، يعني لما تفتحه من جاي ينصفط بالشكل هذا، عشان لما تدخل تحط نعولك مثلا هنا وانت بكرامة تدخل، الرمل اللي يجتمع هنا يمديك تصفط هذه اللون ويرجع للحفرة هذه يطيح به، فتسكر خيمتك من دون ما يدخله اي رمل. طبعا انا خيمة مليانة رمل من هناك، تخبرون الوغدان انتم عاد، الوغدان ما يستخدمون القانون هذا، يجي يقمز من هنا على طول يقمز هنا عشان بس يبعد عن هذه. الحين مثل ما تشوفون بنينا الخيمة وقعدنا تقهوينا وشربنا الشاي. طبعا الشمس اليوم دافية، ومثل ما شفتوا ذبابات كثيرة حتى داخل، ذبابات زبنت داخل وكثيرة مرة. هربت قلت خلنا نجلس برا. في حلول كثيرة للذبابات هذه، وإن شاء الله إني مستقبلا راح أسوي أحد الحلول هذه وراح أصورها معكم. لكن اللي مستعجلين وحابين يشوفون بعض الفيديوهات هذه، في عندكم الحركة هذه، يجيبون قارورة ماء من أكباء ويثقبونها مع الجنبين ويحطون علب تكون مفتوحة. طبعا العلب المفتوحة هذه الهدف منها أن الذباب يدخل داخل العلبة، لكن يحضرون داخل العلبة ويحطون داخل العلبة المواد اللي بنجيب خميرة مع معلقة سكر ونحطهم في بطرمان ونعمل ليهم فتحة زي ما احنا شايفين كده تشوفونها الآن. طبعا يخلطون الخلطة هذه، فسبحان الله الذباب يحب الخلطة هذه أو تجذبه، فلما يدخل داخل العلبة ما يقدر يطلع. وإن شاء الله أنا راح أسويه وأحطه قريب من الخيمة كذا، مشان أي ذباب يجي يدخل داخل العلبة ولا يطلع، عشان نسلم منها. شاهي حار مرة، يا سلام. طبعا في أعشاب برية كثيرة توكل، ويمكن مثل ما وعدتكم بالفيديوهات السابقة راح أسوي لكم فيديو عن الأعشاب البرية اللي توكل فقط، وبعدها راح نسوي لكم فيديو برضو عن الأعشاب اللي تكون مشروبة، يعني تنشرب شرب. أشياء كثيرة بالربيع تطلع حاجات نادرة وعجيبة مرة، فبإذن الله راح نلخص لكم كم فيديو عنهن، وراح نصور النباتات وغيرها من الأشياء الثانية. طبعا شايفين القوارير اللي هنا كلها راح أشيلها، اللي قبلي واللي أنا طشيت، وراح أوثق لكم إن شاء الله.
بعد ما خلصنا من الطرحه الجميله هذه والبسيطه جدا، الحين نبي نصب الخيمه بالطريقه اللي قلت لكم عنها اللي هي الصف السريع. طبعا اول شيء حاول ان تجمع جميع كذا، حاول تاخذ زي هذا الحبل هذا، حاول تخليه زي هذا. الحين كله عليك انك تجي من جهة، الحين كله عليك انك تجي من الجهة هذه وترفع بالشكل هذا. انا نسيت اسكر النوافذ لكن ان شاء الله نرجع لها. امسك الجهة هذه والجهة هذه في النص كذا، شايفين يا شباب؟ كله عليك الحين انك تجيب الجنب هذه هنا وكذلك هذه هنا. طبعا تحتاج اثنين هذه بالطريقة عشان ما تاخذ حيز بالقمر. ثم اجيبها جنب الثاني اللي هو هذا. الحين تخبرون الحبل اللي اول واحد اللي تحت قلت لكم تذكروه، الحبل هذا نربط به خيمة. طبعا هي بالشكل هذا، طبعا تكون مشدودة قوة. هذا هو الحبل. ثبت الخيمة بالشكل هذا، عقب ما تطاه ارفعه معك على طول. طبعا تحتاج قوة، انا من اليوم بظبطك هوا وعمل تحملونه. الحين كل عليك انك تجيب الحبل هاللون وتخليه يمر على الخيمة، ثم على نفس الخيمة هاللون على نفس شكله. خلاص الظاهر يكفي الشدة هذه، ثم اجيب اغراضه. طبعا هذه الصفة نشوف يقوم ملخبطة، لكن هذه هي افضل شيء. طبعا هذا شكل الخيمة يكون بالشكل هذا، اصغر مساحة من الشكل المشوي. الحين بنحط اغراضه ونسكرها. شوف الفراغ الكبير اللي طلع هنا، وهذا فراغ كبير يعطيك مساحة زيادة. الحين بس باقي نشوف شكله داخل السيارة. هذا حجم خيمة الشقردية اللي من القاضي مثل ما تشوفون. شوين كانت راقة 3 تندة فوق، الحين شوف حجمه. طبعا تعبت، شلت اغراض ثم رتبت، ثم تقهويت وانبغرت، شبعت قهوة والحين رتبت. طبعا
انا يا شباب هذا الفيديو اللي عندي هذا اليوم، اتمنى انه نال اعجابكم. فيديو بسيط جدا بالقشطه الخفيفه هذه، كان المغزى منه فقط اللي هو صفط الخيمه، لكن بدل ما اصفط على طول قلت اوريكم بعض المقتطفات. ما مدل نوريكم الخيمه من داخل، والله اني نسيت. كنت بوريكم يعني كم مساحتها، هي 3 في 3 وكذلك يعني يمكن مترين فوق، ممتازه جدا. وبس هذا اللي عندنا هذا اليوم. الخيمه مثل ما شفتوا خربانات اللي هي عوادها والسياخه حقت الشكل الهرمي، كثير اخطينا بصفطه وسببنا لها اخطاء وطاعت نفس السياخ هذه، لكن نتمنى انها عقب الصفطه هذه انها تضبط وترجع زي شكلها الاساسي. طبعا ما خربت الحمد لله مثل ما شفتوا كويسه، لكن ان شاء الله في فيديو جاي راح تكون معي الخيمه نفسها او الخيمه اللي قبل، وراح اسرد لكم قصه جميله جدا باذن الله الايام الجايه. ترقبوا بكره ان شاء الله عندنا فيديو.